بس حتى يا عم، حتى لو راح وعايز يلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير. النادي الاهلي نادي اعظم نادي في افريقيا زي ما انت بتقول. ايه، ازيكم عاملين ايه؟ اول اخبارنا النهارده عن كابتن نبيل عماد دونجا، ملك اللقطه. النهارده الصبح نزلت اخبار ان دونجا اتصاب في معسكر المنتخب، وجابوا مكانه محمود صابر لاعب نادي بيراميدز المنتخب الاولمبي. الناس بقى طلعت تقول لك ايه العصر، ان دونجا اتصاب اول لما سمع الكلام اللي قاله امير توفيق عليه. بمعنى صح يعني خاف. بس حتى يا عم، حتى لو راح وعايز يلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير. النادي الاهلي نادي اعظم نادي في افريقيا زي ما انت بتقول. ايه الغلط في اللي هو عمله عشان عايز يلعب في نادي كويس؟ نادي اعلى من نادي بيراميدز بمراحل. بيراميدز ما لسه معمول من 5 سنين ولا 6 سنين، فهو عايز يتطلع على حاجات اعلى. ايه المشكله؟ ايه المشكله اللي الناس هاجت عليها؟ عشان هو احتفل يعني في السوبر الافريقي، عشان هو احتفل وتمادى في الاحتفال. ايوه يا عم، حق. اول مره يكسب بطوله قاريه، حقه يحتفل. والبطوله دي بالنسبه للزمالك بطوله كبيره جدا ان هو اخدها من المنافس التقليدي بتاعه. فدي بطوله عظيمه بالنسبه للزمالك ولاعيبه الزمالك وجماهير الزمالك. والخبر بقى التاني اللي معانا دلوقتي، بوبنزا. نادي رابط بوخارست النادي الروماني بيقول لك احنا بنحاول نطلع تصريح عمل لبوبنزا عشان نقدر يشارك معانا في الماتشات الجايه. والزمالك طبعا واقف لهم شبه اللقمه في الزور او الشوكه في الزور، اي حاجه. بيقول لك احنا بنحاول نصلح الامور مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك متمسك يا اما باللاعب يا اما بالمبلغ المالي اللي هو المفروض حق عقده، اللي هم 2.5 مليون دولار. هو مبلغ كبير شويه طبعا، مبلغ كبير بالنسبه للنادي رابط بوخارست. والناس عايزه تحل بصفه وديه، بس النادي مش راضي يحل. وطبعا النادي الزمالك معاه حق. النادي الزمالك جاب البطاقه الدوليه من الاتحاد الامريكي لكره القدم، واللعيب مضى العقود مع نادي الزمالك، والايميلات مبعوثه من ايميله الشخصي. والاتحاد الروماني لكرة القدم بعت خطاب رسمي لاتحاد الكورة المصري عندنا هنا عشان ياخد البطاقة الدولية بتاعة اللاعب، لكن الاتحاد المصري رفض بعد رفض الزمالك. والزمالك قال لك المشكلة مش هتتحل غير في الفيفا. رئيس نادي رابط بوخارست دلوقتي بيقول لك احنا كنا بنحاول نحل الأمر، بس إن شاء الله القرار هيبقى في صالحنا، أو المحكمة هتحكم إن اللعيب يلعب في رابط. لكن الزمالك طبعا مظبط ملف القضية اللي بعته للفيفا، وإن شاء الله يا إما الفلوس يا إما اللعيب. تالت خبر معانا تالت خبر معانا بقى، وهو ايه يا ترى؟ مرموش دخل على خط ليفربول. اوه، ليفربول حطت عينها او بتراقب عمر مرموش بعد الاداء العالمي اللي بيعمله في الدوري الالماني. طبعا لسه في ناس بتشكك في عمر مرموش، وطبعا ده اللي حصل في بدايه محمد صلاح ما كانش معروف، ما كناش نعرفوه. حتى هو بيلعب في المقاولين ما كناش نعرفوه. كان القليل قوي اللي هو بيتابع الدوري المصري قوي فعارف محمد صلاح. فاحنا بنحب نوجه له رساله: كمل، استمر، يبقى عندنا محمد صلاح تاني، وهتعدي ان شاء الله. سنك لسه صغير، ليك مستقبل كبير، ان شاء الله هتبقى في الدوري الانجليزي قريب. رابع خبر بقى، وهو بعد فرض غرامة 100,000 جنيه على اللاعب إمام عاشور، اللاعب راح حلق شعره أخيرا، درج الجناب خلاص. طبعا محمود الخطيب كان متضايق قوي من مستوى إمام عاشور في الملعب، وإن هو أصلا ما كانش مركز في الملعب، وكان متضايق جدا من تصرفاته اللي هو بيعملها. لكن اللعيب بيحاول دلوقتي يستقر داخل الملعب ويركز جوه الملعب بس. تصبحوا على خير ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.